يا مساء الخير على كل متابعين أتوبيس 6 وبودكاست 6 على 6. هكون معاكم هاجر سبطاسي. في حلقة النهاردة هقولك 6 نصايح لو عملتهم هتقدر تتعايش بشكل كبير مع سوق العمل، ولكن فاصل سريع ونرجع تاني. أول نصيحة ومهمة جدا إنك تقبل نصايح غيرك، سواء النصايح دي كان في قبلها شوية نقد أو شوية مدح. رقم 2 إنك تعترف إن في الأحسن منك، لأنك لما هتدرك ده وتعترف بيه هتبدأ تحاول تطور نفسك. 3 ما تفكرش أبدا إنك خلاص خلصت تعليم، لأن طول ما احنا عايشين احنا لسه هنتعلم. 4 خليك عارف إن زملاء العمل مش كلهم منافسين وحاقدين، وإن في منهم ناس ينفعوا يكونوا صحاب وسند. 5 اهتم دايما إنك تكتب مواعيدك وتكتب كل حاجة مهمة في كالندر أو نوت، علشان من أهم عوامل النجاح في سوق العمل دلوقتي هي إنك تبقى مركز في كل حاجة ومرتبها. وأخيرا 6 وهي الأهم، إنك تعامل ربنا في شغلك. كل حاجة تعملها لوجه الله، لا تنتظر من حد إنه يديك مقابل معنوي ولا مادي، انتظر من ربنا. وبكده تكون خلصت حلقتنا. استنونا في حلقة جديدة من بودكاست 6 على 6 على راديو أتوبيس 6. كنت معاكم هاجر سبطاسي.